السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد مع أخوكم محمد عمر. النهاردة بقى يا جماعة هنتكلم عن حاجة مختلفة تماما. النهاردة في معانا اختراع جديد هيغير حرفيا البشرية تماما. ده حاجة تقريبا عاملة زي اختراع التلفزيون، اختراع الكمبيوتر، حاجة ثورية كده جديدة هتغير بعد كده استخدام الناس للتكنولوجيا واستخدام حاجات كتير جدا في حياتها. وزي ما انت شايف طبعا من عنوان الفيديو، طبعا عارفين ومتابعين ان مؤتمر ابل للمطورين كان امبارح، واتكلموا فيه عن حاجات كتير جديدة. ما علينا من الحاجات اللي هم يعني عاملينها. طبعا المؤتمر ده بيبقى للسوفت وير، النسخ الجديدة من الاي او اس بقى والماك او اس والسوفت وير اللي موجودة على الساعة بتاعتهم، يعني كل حاجة السوفت وير، يعني كل حاجة متعلقة السوفت وير بتاعهم. ده المؤتمر السنوي للاعلان عن النسخه الجديده من الحاجات دي. وساعات برضو بيعلنوا عن شويه اجهزه جديده، هم بالفعل اعلنوا عن اجهزه جديده، ولكن ده مش موضوعنا النهارده. هو اهم حاجه one more thing، ودي الحاجه اللي بيقولوها لما بييجوا يضيفوا ايتم جديده او اختراع جديد لعالم منتجات ابل. وزي ما احنا عارفين من تسريبات كتير ان هم بيشتغلوا على نظاره بقالهم كذا سنه ومش عارف ايه والكلام ده، ودلوقتي جت اللحظه للاعلان عن تغيير العالم، تغيير مستقبل البشريه. الكلام ده يا جماعه مش كلام اي حاجه كده اي هري وخلاص، هو ده اختراع فعلا هيغير منظور البشريه لاستخدام التكنولوجيا وكل حاجه في حياتها. الموضوع ده خطير جدا يا جماعه، وبعد كام سنه من دلوقتي هتلاقي ان الموضوع ده هيغير استخدامك للاجهزه، هيغير استخدامك للتليفون اللي في ايدك، للايباد بتاعك، للماك بتاعك، لكل حاجه انت بتستخدمها. الاختراع ده هيغير الحاجات دي كلها. وعشان نفهم اكتر ايه معنى الكلام اللي انا بقوله ده، تعالوا نخش نتكلم عن الاختراع الجديد ده ايه هو. طبعا النضاره الجديده بتاعتهم دي اسمها فيجن برو، والنضاره دي باختصار هي نضاره بتمزج بين العالم الافتراضي والعالم الواقعي، بعكس النظارات الفي ار والحاجات اللي احنا بنشوفها بقالنا كذا سنه. يعني طبعا انت اكيد بتسال نفسك طب هو ايه الجديد؟ يعني عملت نظاره زي اي نظاره موجوده من الشركات كتير، يعني ده في من سنين زربيح نظارات نزلت من شركات كتير، ولكن يا صاحبي دي مش بتشتغل بنفس التقنيه او بتعمل نفس الحاجه. التانيه دي نظارات كنت بتشوفها بتدخلك جوه اللعبه، بتشوف اللعبه كانك 3 دي، تتفرج على فيلم 3 دي وانتهينا على كده. يعني انت بتبقى في واقع افتراضي، بتبقى مش في العالم الحقيقي. ولكن هنا النضاره دي بتجمع بين العالم الافتراضي والعالم الواقعي، انت هتبقى موجود في الحقيقه. يعني انت زي ما كنت بتشوف كده في الافلام بتاعه الخيال العلمي، كنت بتشوف بقى كده الناس بقى في غرفه عمليات وقدامهم بقى حاجات كده وبتاع شاشات كده عامله زي الهولوجرام، وتلاقي واحد بيسوايب كده يمين يضيع شاشه يطلع شاشه ينزل. الحاجات دي كلها بقى يا جماعه بقت حقيقه دلوقتي في النضاره الجديده بتاعت ابل، بتجمع لك بين العالم الافتراضي والعالم الواقعي. انت هتلبس النضاره مش هتمحي لك العالم حوالين منك، هتفضل زي ما انت قاعد في اوضتك، قاعد في مكتبك، قاعد في المكان اللي انت لابس فيه النضاره دي، وهتظهر لك بقى الاب بقى والايقونات والحاجات دي كلها قدامك تقدر تشتغل عليها وبتاع. وهنعرف دلوقتي هي ايه بتشتغل والكلام ده ازاي بتشتغل والحاجات دي يعني. ولكن دي حاجه ثوريه. انت هتفتح الاب، التابات هتبقى مفتوحه قدامك في الغرفه بتاعتك، انت فاتح حرفيا كل حاجه. يعني انت قاعد مثلا في الاوضه بتاعتك، هتبقى التاب بتاعتك مفتوحه على الحيطه، مفتوحه على السرير، مفتوحه على المكان اللي انت عايزه. انا مش مجهز للموضوع ان انا اتكلم عنه او اعمل له سكريبت او بتاع الكلام ده، ولكن انا اصلا مش هتكلم عن الموضوع ده خالص. ولكن ده حاجه هتغير العالم حرفيا، فحبيت ان يكون في فيديو متعلق بالموضوع ده على قناتي، اللي هو بعد كده اصلا بعد كام سنه انت ممكن تتفرج عليه. بعد طبعا ده اول فيرجن من النضاره دي، هيضاف حاجات كتير وهيبقى في مطورين وتطبيقات وحاجات بتشتغل للحوار ده بس. فدي تبقى مرجع في قناتي حتى لنفسي قبل ما لو ما فتش بها اي حد. ان شاء الله في ناس كتير تستفيد من الحوار ده وتفهم الدنيا ماشيه ازاي. يعني برضو يعني الواحد يرجع للفيديو زي كده بعد كده يقول شوف وقت اختراع كذا كذا، زي مثلا وقت اختراع التلفزيون ايام والدك، ايام جدك، ايام اي حاجه. دي حاجه حلوه ان يكون في فيديو زي كده. خلونا بس نتكلم بشكل منظم شويه. تعالوا نبدا مثلا بالتصميم بتاعها. النضاره دي عامله ازاي؟ النضاره دي تصميمها زي النضارات بتاع الفي ار عادي، ولكن بيبقى واخده شكل النضارات السكيتنج شويه كده او بتاع التزلج. فيها زي ما انت شايف استراب كده عشان تقدر تادجستبل، تتحكم على حسب انت دماغك مقاساتها ايه. كل واحد طبعا مختلف عن التاني، تقدر تتحكم فيها. انت هتسمع الصوت ازاي؟ في عندك سماعات موجوده في الاستراب بتاعها هنا، سماعات بتطلع لك صوت ثلاثي الابعاد. طبعا في عندك الزجاج بتاع النضاره اللي بيغطي وشك بالكامل، ده زجاج عالي النقاوه جدا جدا. طبعا هي طبعا
كل خاماتها حاجات بريميوم جدا جدا، حاجات غاليه جدا، وده طبعا سعرها هيبقى سعره خرافي هنتكلم عنه في الاخر، ولكن تصميمات وحاجات كتير جدا فيها. على فكره يا جماعه ابل في النضاره دي مش اي هبل كده الناس عاملاه وخلاص. ابل لما بتعمل حاجه بتبقى عامله حاجه عن ابحاث سنين فاتت وصرف مليارات الدولارات، حاجات بتبقى واخده جهد كبير جدا فعلا. ابل في النضاره دي مسجله يا جماعه 600 براءه اختراع. انتوا متخيلين؟ حاجه تفجر الدماغ فعلا، اللي هو مش منتج كده عاملينه كده وخلاص، لا مخترعين حاجات كتير جدا في النضاره دي. فلازم العالم كله يقف ويشوف ايه ده، ايه اللي حاصل يا جماعه. العالم بيتغير حرفيا. فالنضاره دي زي ما بقول لكم فيها اكتر من 600 براءه اختراع، فيها سنسورات كتير وكاميرات وعدسات وحاجات كده عشان تدمج لك العالم الواقعي مع العالم الافتراضي بشكل ممتاز جدا. طبعا انت عندك هنا كل عدسه من العدسات دي تعتبر 4K، كل عدسه فيهم 4K ريزوليوشن عالي جدا جدا. طبعا النضاره على الحجم اللي انت شايفه دي نضاره طبعا خفيفه جدا، مصنوعه من مواد خفيفه جدا عشان ما تحسش بتقل على دماغك وانت بتستخدم النضاره دي. وزي ما انت شايف بتتساءل طبعا ايه السلك اللي هو تحس ان الناس دي عايشه في الفضاء ولا ايه السلك اللي نازل من النضاره ده، دي انبوبه اكسجين دي ولا ايه؟ ولكن هو ده النضاره هتشتغل كده. النضاره بتشتغل عن طريق بطاريه خارجيه بتوصلها بالنضاره، النضاره بتشتغل بيها، وتقريبا بقى لما تفضل البطاريه دي تقدر تبدل بطاريات والكلام ده. واكيد هيبقى في حاجه تانية ان انت تقدر تكونكت الحاجات دي مباشر، يعني هيبقى في حوارات كتير. بس السلك ده عامه بتاع البطاريه وتقدر تحطه في جيبك بقى، يبقى سايبه كده براحتك يعني. طب النضاره دي بقى انت هتعمل بيها ايه؟ هتشوف بيها ايه؟ النضاره دي باختصار هتبقى حياتك كلها، هتستبدل التليفون بالكمبيوتر بالدنيا بتاعتك كلها، هتبقى موجوده في حوار النضاره دي. النضاره دي ليها سوفت وير خاص بيها طبعا، هيبقى في تطبيقاتك عليه، يبقى في كل حاجه عليه، تقدر تشاهد محتوى، تقدر تشتغل، تفتح تابات، تعمل كل حاجه، تسقطها قدامك في العالم الافتراضي ده. الاستخدام بتاع النضاره دي بيخليك عايش كانك في الحقيقه فعلا. انت بتبقى فاتح التابات بتاعتك وشغلك كله كانك في العالم الحقيقي فعلا. يعني التاب اللي بتظهر دي بيبقى ليها شادو كده زي قدامك، لو انت مثلا فاتحها قدامك كده وفي ترابيزه او في اي حاجه هتشوف الظل بتاع الويندو دي كانها موجوده حقيقه قدامك. يا جماعه الموضوع واصل لليفل خطير جدا، حاجه رهيبه. انت ثوره فعلا، حاجه ثوريه مش موجوده، ما حصلتش قبل كده. وطبعا في شرايح موجوده في النضاره دي. يعني انت دلوقتي الشريحه دي فيها شريحتين، شريحه من ابل جديده اللي خاصه بالنضاره، وكمان فيها شريحه الام 1. يعني انت نضاره زي دي يا جماعه فيها شريحه الام 1 اللي هي بتشغل عتاد قوي جدا جدا في المكان. هتقدر تتكلم عن طريق النضاره دي بقى فيس تايم مع الناس اللي حوالين منك، مع اصدقائك في اماكن تاني، هتبقوا كانكم قاعدين مع بعض حرفيا. من الاختلافات بين النضاره دي واي نضاره تاني وانت لابسها، حد هيجي قدامك هيبقى باين وشك كده كأنك لابس نضاره عادي، هيبقى شايفك من النضاره ان انت بتبص له عادي. ولو انت مثلا بتبص في مكان تاني او بتشاهد محتوى او بتعمل اي حاجه تاني، هيلاقي النضاره مضلمه، وده معناه ان انت مشغول مش سامعه ومش هتعرف تتواصل معاه دلوقتي، ده مع الشخص اللي قدامك حاليا دلوقتي. طب لو هو كلمك وانت حبيت تبص له او سمعته وحبيت تتواصل معاه، هتيجي تبص له كده مثلا زي ما انا باصص في الكاميرا، هتلاقي ان النضاره بقت شفافه وبقى شايف وشك تاني. يعني يا جماعه يعني في حاجات كده، يعني انا لحد الان لسه مش مستوعب الموضوع ده رايح بينا على فين. يعني حاجات فظيعه. طب لو انت بتستخدم الجهاز بتاعك بتفتح مثلا تابات ويندو، انت دلوقتي بتتصفح على سفاري او بتتصفح على جوجل كروم، اي حاجه، انت فاتح تاب قدامك دلوقتي، وحد جه مثلا اخوك والدك والدتك اي حد جه حب يخش يكلمك، هتلاقيه دخل قدامك في الواقع اللي انت شايفه ده، وبدا يبقى فيه فيد كده، بدأ يبقى فيه يظهر لك في الخلفية، مش تختفي خالص، بيظهر لك في الخلفية كده جنب منك وبيشوفك وتقدر تتكلم معاه وبتاع، وبعد كده لو عايز يخرج منها بيخرج تاني. احنا واصلين لحاجة رهيبة جدا يا جماعة، حاجة فظيعة فعلا جدا. طب الناس بقى تقول لك بقى طب احنا نتحكم فيها ازاي بقى؟ طب اي حاجه احنا شغالين تاتش، شغالين كيبورد وماوس، طب دي ازاي الكلام ده؟ خد بقى الاختراع والادهى من ذلك بقى، ان انت فعلا في عالم حقيقي زي ما قلت لكم في البدايه كده، في الافلام بتاعه الخيال العلمي بسوايب كده وكده، انت هتعمل كده نفس الموضوع. هتبدا تعمل كده بصباعك، تحرك صوابعك كده لو انت عايز تدوس على حاجه، عايز تسكرول حاجه لقدام بتعمل كده بصباعك كده، هو بيحس وبتاع وبيقلب لك وبيوديك على اللي انت عايزه. كمان بيشتغل بنظر عينك، كمان بالبؤبؤ بتاع العين بتاعك، وانت بتبص في اتجاه الايقونه المحدده هيفتحها لك. وده بيحصل عن طريق ان انت في بدايه استخدام النضاره بتسكان لوشك، بيعمل لك اسكان لوشك كله بنقاط وشك كلها، بيتعرف عليها بكل حاجه ببؤبؤ العين نفسه. يعني انت هتفتح النضاره دي بقى مش باسورد بقى وبتاع الكلام ده، عن طريق عينك، مش الفيس انلوك العادي، عن طريق البؤبؤ بتاع العين. كل بني ادم مختلف ليه طبعا بصمه مختلفه عن التاني في عينه وفي كل حاجه في جسمه، فهيقدر يتعرف عليك ويفتح عن طريق الموضوع ده. الموضوع يا جدعان
ثوري. انا بكلمكم بشكل عشوائي، مش عارف ارتب المعلومات برضو، بس انا بعد ما اتفرجت على الايفنت والحوار بتاع النضاره ده حاجه يعني لسه محتاجين وقت عشان نستوعب ونشوف المواضيع دي كلها تشتغل ازاي وايه اللي بيحصل والكلام ده. لا يعني موضوع كبير يا جماعه. كمان برضو الوش بتاعك ده لما بيعمل لك كده زي خريطه لوشك، خريطه بتقرا وشك كله تفصيليا، بيعمل لك زي هولوجرام كده او بيعمل لك زي افاتار تقدر تستخدمه بقى في الفيديو كول بتاعتك، تقدر تستخدمه في حياتك في العالم الافتراضي وانت بتكلم حد فيديو كول، بتكلم حد عن طريق الفيس تايم او حاجه زي كده، بيبقى الناس دي كانها شايفاك انت شخصيا حقيقي، كانكم قاعدين مع بعض يا جماعه. بتبقى حاجه يعني مش عارف اقول ايه تاني يعني يا جماعه، حاجه اكتر من كده. ايه اللي بيحصل مش فاهمين طبعا، بخلاف ان انت بتتحكم عن طريق عينك او عن طريق السوايب الخفيف وانت قاعد بتحرك ايدك بس كده، او انت بتعمل كده او بتعمل كده بايدك. تقدر تتحكم بالاوامر الصوتيه طبعا، تقدر تطلب اللي انت عايزه كل حاجه. الاستراب اللي انت بتبقى لابسه بتاع النضاره ده فيه السماعات هنا عن طريق حته العظم اللي موجوده هنا دي، بتسمع صوت محيطي حوالين منك ثلاثي الابعاد. وحاجه كمان يا جماعه نسيت اقول لكم عليها، انت مش هتبقى شايف الفيديوهات والصور كده عاديه زي ما انت شايفني في الفيديو ده، لا انت هتبقى شايف الموضوع 2D و 3D كمان. هتقدر تتفرج على محتوى 3D وانت تتفرج على زي ما انت شايف كده الديناصور ده بيخرج لك من الشاشه كانه قاعد معاك في الاوضه اللي انت فيها. وكمان تقدر تغير المكان اللي انت فيه، يعني انت مثلا بتتفرج على فيلم وثائقي زي اللي انت شايفه ده او على اي حاجه او اي فيديو انت فاتحه قدامك مثلا في تاب كبيره على الحيطه قدام منك، تقدر تشوفه 2D وتقدر تشوفه 3D. ولو ان طبعا في حاجات كتير مش مصوره 3D دلوقتي، ولكن الكلام ده كله هيتطور مع المستقبل وهيبقى في حاجات 3D كتير زي ما احنا شايفين. هم عاملين تعاون مع ديزني، فالموضوع هيبقى خطير لابعد الحدود. انت كمان تقدر تشوف في المحتوى ده زي ما بقول لكم انت بتتفرج كده، تقدر تغير المكان اللي حوالين منك. انا زي ما قلت لكم انت شايف المكان اللي انت قاعد فيه، ولكن تقدر تتحكم في المكان اللي انت فيه. مثلا عايز احس ان انا قاعد في سينما، فيضلم لك الاوضه حوالين منك عشان تحس ان انت قاعد في السينما بتتفرج على اللي انت بتتفرج عليه ده، وانت فعلا حاسس حرفيا ان انت في السينما وانت ما بتتحركش من مكانك يا جماعه. تقدر تغير اللي انت تقدر عايز اقعد على البحر هيقعدك على البحر، هتتفرج على المحتوى على البحر، تعمل حاجات غريبه كتير. وطبعا الاكسس بقى بين منتجات ابل وبعضها، تقدر تستخدم التليفون بتاعك او الماك بتاعك كسكند سكرين. تقدر تفتح الماك، طبعا الماك شاشته صغيره 16 انش 14 انش 13 انش الكلام ده، فانا عايز افتح بقى ايه اعمل مونتاج مثلا للفيديو ده او الكلام ده كله على شاشه كبيره، فبدل ما اروح بقى اشتري شاشه اكس دي ار بدم قلبي بكام الف دولار والكلام ده، لا خلاص بالنضاره دي فقط هتقدر يفتح لك سكرين بقى قد الاوضه بتاعتك كلها بدل ما تجيب شاشه تانية اساسا، وتقدر تمنتج وتعمل وتتفرج على محتوى كسكند سكرين اكبر بكتير من الماك بتاعك انت مش هتستخدمه اصلا. يعني حاجه فظيعه تقدر تفتح كذا تاب قدامك، تبقى انت قاعد في الاوضه حوالين منك او في الصاله في اي مكان، فاتح تاب الناحيه دي وتاب الناحيه دي وتاب الناحيه دي، وتحرك دماغك تبص كده على المتصفح، تبص هنا كده تتفرج على الماتش، فاتح متصفح، بتعمل شغل مونتاج، بتبعت ايميل، بتعمل كل حاجه بقى ايه، حاجات كتير جدا حوالين منك فاتحها وبتحرك الحاجات دي وبتاكسس عليها في نفس الوقت. حاجات يا جماعه حرفيا انا من كتر المعلومات انا مش كاتب اي حاجه، من كتر المعلومات ساحت في دماغي كل اللي بيجي على بالي بقوله. طيب النضاره دي هتبقى متوفره للجميع دلوقتي بعد الاعلان عن الموضوع ده؟ لا طبعا، الموضوع لسه عايش شويه وقت. تبقى متاحه في امريكا وبعض دول معينه في اول السنه الجديده او 2024. طبعا السعر بتاع النضاره دي سعر صادم، ولكن طبعا يستحق لان ده اختراع جديد. النضاره هنا سعرها 3500 دولار، ده شيء طبعا طبيعي بسبب براءات الاختراع والمليارات اللي هم صرفوها على الحوار ده. طبعا مش كل الناس هتقدر تشتري الموضوع ده، هيبقى في البدايه ناس معينه اللي هتقدر تشتري الموضوع ده ومبرمجين بقى ومطورين وبتاع، هيبدا بقى الناس تنتشر تعمل لها بقى تطبيقات وتعمل لها حاجات اختراعات. هنشوف بقى ايه زربيح اختراعات مع النضاره دي. النضاره دي حرفيا هتغير العالم زي ما قلت لكم، فهتلاقي ايه حاجات بقى اضافات بقى طول ما انت ماشي في الوقت كده، هتلاقي في اختراعات جديده بتطلع لك مع النضاره دي واستخدامات جديده انت ما كنتش تعرف عنها حاجه وما كنتش تتخيلها اساسا. وطبعا شركه ابل مش هتنسى موضوع الالعاب، انت تقدر برضو تلعب وتنغمس في اللعب بتاعك 3D و2D وتعمل كل حاجه عن طريق النضاره بتاعتك. في البدايه اول ما النضاره دي هتنزل هيبقى مدمج فيها 100 لعبه، طبعا بعد كده هيبقى فيه اضافات كتير زي ما قلنا، ولكن في 100 لعبه موجودين مع النضاره. طبعا الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده مش كله وردي والكلام ده، الكلام ده هيبقى ليه مخاطر كبيره جدا يا جماعه. الحاجات دي فعلا هتغير العالم حرفيا، في ان انت اصلا بعد ما تلبس النضاره دي وتبقى انت بتستخدمها وناس كتير بتستخدمها حوالين منك، انت انعزلت عن العالم. اول حاجه انت مش هتقدر تتواصل مع حد، يعني مثلا مش هتروح تزور واحد قريبك هتكلمه فيس تايم كانك قاعد معاه في نفس الاوضه، هتخلي الناس تنعزل عن بعض بطريقه كبيره. وكمان موضوع بقى ايه الامان والحاجات، طبعا يا جماعه النضاره دي هتجمع عنك كميه داتا رهيبه، هتعرف عنك حاجات انت مش عارفها عن نفسك.
تفاصيل وشك وحركاتك وبيتك هتبقى عايشه معاك. يعني النضاره دي عايشه معاك. يعني ايه عايشه معاك؟ ما انت بتلبسها وهي شايفه كل اللي حوالين منك، شايفه اوضتك، شايفه بيتك، شايفه اولادك، شايفه كل اللي حوالين منك حرفيا. وكل دي داتا هم بيجمعوها طبعا عنك. هيقول لك بقى ان الحاجات دي امنه ومش امنه وبتاع الكلام ده، لا طبعا. انت الحاجات دي كلها متصله بالانترنت، وهيبقى فيها مخاطر كبيره جدا عليك، هيبقى امانك صعب جدا. يعني ممكن تخترق الحاجات دي، ممكن تستغل ضدك في اي حاجه. انت يعني الحاجات دي محتاجه امان، محتاجه ان انت تبقى فاهم، محتاجه اللي جاي. يعني اللي جاي لازم يكون كل الناس فاهمه في تامين نفسها، تامين حساباتها، بتبقى فاهمه شويه في امن المعلومات والحاجات دي. فانت يا صاحبي نصيحه ليك، لازم تتعلم دلوقتي. اديك شايف الدنيا رايحه على فين، لازم تتعلم امن المعلومات كويس جدا عشان تقدر تحصن نفسك وتحمي نفسك من العالم اللي جاي. حرفيا حاجات هتبقى رهيبه جدا. فانت مش هيبقى فيه خصوصيه بالنسبه لك، انت حياتك كلها هتبقى على الانترنت. اتعلم من دلوقتي عشان تقدر تحمي نفسك بعدين. على فكره يا جماعه النضاره دي هتبقى اختراع، يعني حاجه فظيعه هتخليك حرفيا ما تقلعهاش. انت ماسكها كانها تليفونك، كانها الكمبيوتر بتاعك، هتبقى شغلك عليها، هتبقى حياتك، هتبقى لابسها وماشي بيها كده في الحياه. تبقى حاجه فظيعه جدا. وهم بيقدموا لك تسهيلات وبيعملوا لك حاجات تخليك حرفيا ما تقدرش تقلع النضاره دي او تستغنى عنها. كأن حياتك كلها هتبقى جوه النضاره. النضاره دي هتبقى جزء لا يتجزأ من حياتك الشخصيه. ومن برضو الحاجات اللي تقدر تعملها النضاره دي ان هي بتقدر تاخد الاشكال والحاجات بتاعتك، تطلعها من المتصفح او بتطلعها من المسج بتاعتك، من حد باعت لك ستيكر، حد باعت لك اي حاجه، تقدر تاخدها تطلعها في العالم اللي قصادك تشوفها 3D. يعني انت بتبقى شايف الحاجه قدامك 3D. دي حاجه فظيعه جدا طبعا يا جماعه. دي بقى ميزه كويسه جدا ان انت تقدر تصور بالنضاره دي محتوى 3D. مثلا عندك عيد ميلاد اولادك او والدك والدتك او حد موجود معاك في الحياه، تقدر تصوره 3D وبعد كده تخش من النضاره نفسها تتفرج على الفيديو اللي انت صورته ده كأنك عايش معاهم وموجود معاهم حرفيا. فدي هتفيد في الاحتفاظ بالذكريات مثلا بتاعت اولادك، زي ما انت شايف كده في الفيديو البنتين دول او الاولاد اللي بتلعب في الفيديو ده. دي مثلا بعد 10 20 سنه هتبقى ذكرى جميله جدا، وتتفرج عليها في النضاره كأنك موجود معاهم حرفيا في المكان اللي هم كان بيحصل فيه الحدث اللي انت مصوره. فدي حاجه جميله جدا فعلا. فبس كده بقى يا جماعه، دي كل حاجه عن النضاره الجديده. او دي مش كل حاجه، دي دردشه عشوائيه كده، نقدر نعتبرها دردشه عشوائيه عن النضاره الجديده. حبيت ان يكون في فيديو على القناه يبقى بيتكلم عن النضاره دي. ممكن قدام ان شاء الله الواحد بقى بعد ما يقرا عنها اكتر ويشوف الدنيا فيها اكتر، طبعا في تفاصيل كتير هتظهر اكتر مع الوقت، ممكن نبقى نتكلم عنها تاني ان شاء الله باستفاضه اكتر. وبس كده، دي كل حاجه عن نضاره ابل الجديده الفيجن برو. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب للقناه، وتفعل زر الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديوهات جديده على القناه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ومن دلوقتي الفيديو الجاي في حفظ الله.